السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير من فيديو الأسبوع اللي فات. انتوا عارفين ان احنا كل أسبوع بننزل فيديو الميزانية، وان شاء الله الأسبوع ده الميزانية تعجبكم بالأسعار واقعية وحقيقية. عايزة اقول لكم يا جماعة، انا لما بقدم محتوى ميزانية أسبوعي أو شهري، انا مجرد بقولك أفكار تقدري تاخدي منها اللي يناسبك وتبعدي اللي مش يعني انت مش حباه. يعني في ناس بتقعد تنتقد، هي دي لحمة بلدي، هي دي كبدة بلدي. طب هل يعقل ان انا هاجي اقول لك ميزانية 800 جنيه في الاسبوع واجيب ان انا حاطة فيها لحمة بلدي او كبدة بلدي؟ طبيعي طبيعي يا جماعة، من غير ما تسألوا واضح ان هي مش بلدي عشان الاسعار اللي احنا بنقدمها. طيب في ناس تانية بتنتقد فكرة لا انا مش باكل ده وازاي بتاكلوه. خلاص انتي ما تاكليهوش، انا اديتك شوية افكار حلوة، انتي تقدري تاخدي منها كمان اللي يناسبك واللي ما يناسبكيش سيبيه على جنب خالص، وطبقي الحاجة اللي انتي بتحبيها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله، وتعالوا نشوف انا جايبه ايه الاسبوع ده وبميزانيه قد ايه ونحسبها مع بعض. اول حاجه يا بنات، هبدا اغسل الحاجه بتاعتي وانضفها كويس عشان اقول لكم هنقسمها ازاي. دول كانوا 4 من الوراك، 4 وراك، وكنت جايبه كمان فرخه، يعني 4 وراك وفرخه كامله على بعضها، لان انا بحب استخدم الصدور في بعض ايه الوصفات. وبعد كده كمان كنت جايبه كيلو من البانيه. انتوا عارفين ان احنا ما بناخدش كيلو البانيه كده على طول، لا بنبدأ نحنتفه. والناس اللي متابعاني وتشوف القناة بتاعتي والميزانية بتاعتي عارفة انا بعمل ايه. انا مش بحرم يا جماعة، يعني بصوا قطعة البانيه باخد منها حتة صغننة بس، اللي هي بتبقى في الحرف كده، وبسيب بقية القطعة. هتلاقي ان عدد البانيه معاكي زي ما هو، يعني متبقي عدد البانيه بتاع الكيلو زي ما هو. وفي نفس الوقت هتطلعي طبق تاني اللي هو بتاع الشاورما. يعني في الحالة دي لو انت عايزة تقسمي كيلو البانيه لثلاث اطباق، هيجي معاكي طبقين بانيه، عشان هنعتبر ان هو كيلو هنقسمه على طبقين، وفي نفس الوقت نص كيلو هناخده نعمله شاورما. طب انا مش حابة كده، وعدد اسرتي مش هينفع او مش هيكفيني الكلام اللي انت بتقوليه ده، خلاص هاتي كيلو البانيه، وبدل ما نطلع منه 3 اطباق نطلع منه طبقين، طبق بانيه وطبق شاورما. يا جماعة شغلوا عقلكم شوية، وخدي من الحاجات اللي انا بقدمها بس الحاجات اللي تناسبك. لان انا بكلم الكلام ده ليه؟ لان انا بشوف بعض التعليقات تحت على الفيديو بيبقى فيه انتقاد كتير على الافكار، وفي ناس طبعا زي العسل وكلامها حلو جدا وبيشجعني، هم دول اللي بيخلوني اكمل. بس في ناس بتتحكم في اشياء انا ما اقدرش اتحكم فيها. انتي بتحبي اللحمه البلدي، هاتي اللحمه البلدي، لكن ما تحكميش ان اللي بياكل الحاجه ديت تبقى حاجه وحشه. لا، يمكن ربنا محليها في بقنا، يمكن ربنا محليها لناس معينه. طيب جبت ايه كمان؟ جبت كيلو من الشيش طاووق. المره دي بقى جبنا كيلو من الشيش طاووق لان هو عجب الولاد جدا، كنت حاطاه في ميزانيه الاسبوع اللي فات، كنت عامله كيلو الا ربع من الشيش اسمع على طبقين. المره دي جبت كيلو. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الميزانيه دي انا عاملاها الاسبوع اللي فات، يعني خلاص الاكل ده انا خلاص عملناه والكلام ده كله. فعايزه اقول لكم ان الشيش طاووق بصراحه نفعني مرتين، وكان حلو جدا جدا وولادي حبوه جدا. يعني مره كنت عامله شويه محشي فلفل كده وبتاع وطلعت طبق شيش، كان حلو جدا والولاد عجبهم. ومره عملته لهم شيش مع المشوي مع الرز الاصفر والكلام ده كله. فبصراحه بينجز معايا وحلو وسهل جدا في عمايله. اهم حاجه ان انا بنضفه كده، بشيل منه لو فيه دهون شويه، وبعد كده بقطع القطعه. هو بيبقى اوراق مخليه خالص، بقطع بقى الاوراق دي 3 قطع 4 قطع 5 قطع حسب الحجم الورك اللي تحت ايدك تقدري تقطعيه. بعد كده كل ده انا بوريكم بس ان انا بجهز حاجتي عشان ابدا ان انا اغسلها وابدا ان انا اقسمها معاكم. طيب دي ايه بقى؟ دي اول حاجه نص كيلو كبده بانيه. انا بجيبها بانيه، سواء ان انا حبيت اعملها مقليه هتبقى جاهزه، سواء ان انا حبيت ان انا اقطعها شاورما برضو بسيبها بانيه واقطعها وهي مجمده. تاني حاجة نص كيلو من اللحمة المفرومة. وطبعا نص كيلو انا ممكن كنت عملت منه وصفات كتير، بس اليوم ده انا كنت مشغولة فانا حطيتهم كده في الاطباق زي ما هما. انا كان في دماغي بصراحة ان انا كنت هعمل حواوشي بيهم. فالكبدة كانت عاملة النص كيلو كان عامل 100 جنيه، وابدأوا انتوا بقى احسبوا معايا. واللحمة المفرومة طبعا دي مجمدة، النص كيلو يا جماعة كان عامل حوالي 125 او 130 جنيه.
خلاص ركناهم على جنب. بدأت اعمل ايه بقى؟ بدأت اعمل تتبيلة للشيش والبانيه. هبدأ ان انا احط البصل، حطيت البصل وحطيت معاه البهارات بتاعتي، وعندي كمان تتبيلة اللي هي شيش طاووق بستخدمها، بتبقى حلوة جدا. هاخد بقى حبة من البصل ده، هتبل البانيه الاول. فانا كده تبلت البانيه، كنت حاطه مع البصله ملح وفلفل اسمر وشويه من البابريكا اللي بتدي لون احمر كده شويه، وكمان بحط بصل بودر وتوم بودر بيبقى طعمهم لذيذ، وبعصر نص ليمونه في التتبيله. وانا كده هقسم البانيه بتاعي على طبقين زي ما قلت لكم. دول طبق ايه ده؟ كيلو ايه البانيه، قسمنا هنطلع منه كام طبق؟ زي ما قلت لكم هطلع منه 3 اطباق، انتي حابه تطلعي منه 2 براحتك. انا عارفه ان انا لما هطلع طبق من ده، في كل طبق فيه 8 قطع على الاقل، مع شويه رز اصفر مع صينيه مكرونه مع اي حاجه، عارفه ان دي وجبه تكفي اسرتي. الطبق التالت شوية الشاورما اللي انا طلعتهم من الكيلو اهو، بس والله العظيم بينفعوا جدا. بعمل ممكن صينية رقاق بيهم. انا هنا بحط شوية من تتبيلة الشاورما، وهاخد بقية البصل. باعمل مثلا صينية مكرونة صغيرة، وفعلا أنا عملت صينية مكرونة بيهم وكانت زي العسل، مكرونة بالفراخ. باعمل بيهم أفكار كتير قوي. أنا بحب جدا فكرة الشاورما دي تبقى متواجدة في البيت. أحيانا ممكن أطلعها وأعمل سندوتشات سوري للولاد، ويبقى ده غدا لذيذ وسهل ومفيهوش أي حاجة خالص، مع شوية إضافة زي الفلفل الألوان والبصل وكده. ده كده يا بنات ال3 اطباق بتوع كيلو البانيه بتاعنا. طيب نخش بقى على تتبيله اللي بعدها، هي تتبيله الشيش طاووق. انا بحط ايه؟ ضفت بس بصل، وهحط زبادي عشان هي اللي يعني بتدي طراوه للحمه بتاعه الزبادي. انا بس عايزاكي تلفي كده في القناه بتاعتي وتشوفي الوصفات الميزانيه اللي انا بنزلها كل اسبوع، وتقولوا لي ايه رايكم، واسمع كده تصلوا على النبي كتير في الكومنتات. وما تنسونيش في الايام المباركه دي بدعوه حلوه من قلوبكم وليا ولاولادي ولبيتي، وان ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتنا ان شاء الله. شيش طاووق اهو، حطيت حبه من المستردة، حطيت علبه من الزبادي. انتوا عارفين ان الشيش طاووق بيحتاج معلقه من الخل، بيحتاج نص ليمونه، يعني يبقى مزز شويه كده. فالمستردة بصراحه بتقوم حلوه جدا جدا في تتبيله الشيش. ضربت كل المكونات دي مع بعضها، وزي ما قلت لكم انا حاطه بهارات الشيش طاووق. خدت الشيش طاووق، كل الحاجات دي انا غسلتها صفيتها، عصرت عليها ليمون، وكله تمام والحمد لله الحاجه بتبقى نظيفه وزي الفل. عايزه اقول لكم ان هو بيبقى تعب يوم ومجهود يوم شاق. يعني بصراحه انا ببقى واقفه من الصبح لغايه مثلا الساعه 5 او 6 المغرب، من الساعه 12 الظهر مثلا بعد ما بنزل واجيب الحاجه واطلع واوضبها لغايه 6 المغرب. بس الكام ساعه دول بيريحوني طول الاسبوع. آم، تخيلي معايا كده، انا مثلا هصحى اعمل مكرونه وبانيه، فالبانيه متبل، وهعمل شويه صلصه المكرونه وخلاص، يومنا او غدانا جاهز. والحاجات دي بتساعد جدا الناس اللي عندها ولاد في مذاكره، الناس الموظفين يعني اللي بيرجعوا وقتهم ضيق جدا، يعني الناس الكسلانين اللي زيي، بشتغل يوم واحب اريح تاني يوم وكده، او بيبقى عندي مسؤوليات تانية بصراحة، لان مجهودي في المطبخ بيبقى جامد جدا. فلما بعمل الحاجات دي برتاح. ممكن تاني يوم تلاقيني غيرت فرش اوضة، روقت، عملت حاجة تانية، يعني مجهودي حطيته في حاجة تانية. طيب هنا بقى هعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا في الطبق الجديد ده. هحط توم مهروس، كمان هحط حبة من الدقة الحمراء. انتوا عارفين ان انا بجيبها كل شهر، وبتقعد معايا بصراحة شهر 2 يعني حسب استخدامي. في حاجات بتفضل قاعدة معاكي. خدت معلقة من الفلفل الاحمر، ودي عبارة عن فلفل احمر حامي ورومي ضربينهم مع بعض. حط لهم معلقة من الخل بس بسيطة خالص عشان ما تبانش في الاكل، وبحط سنة من الملح، وبحتفظ بيها في الفريزر. حطينا الثوم والفلفل الدقة، وهحط شوية ملح، وهحط شوية كمون، وهعصر ليمون وخل. وبعمل تتبيلة للسمك. تتبيلة سمك. انت جايبه سمك يا نوع؟ ايوه، بس المره دي جايباه ايه؟ بصراحه لقيته حلو قوي وبلدي، مش مثلج ولا حاجه، اللي هو الفيليه. سمك الفيليه يا بنات. فانا جبت هو الكيلو كان ب200، فانا جبت، هو قطعه 140 جنيه، يعني وزنها لي قطع على بعضها سليمه، فقال لي قطعت 140 جنيه، لكن هو الكيلو ب200 جنيه. فانا قلت له حلو قوي ب 140 جنيه دي تمام. خدت السمك الفيليه اهو،
وكنت غسلته وصفيته طبعا كويس قوي، وبعد كده حطيته في التتبيله زي ما قلت لك، زي تتبيله السمك عادي خالص، بس انا بضيف لها معلقه مستردة. كل الحاجات اللي فيها تتبيله بحب احط لها مستردة، بتدي طعم حلو جدا في التتبيله يا بنات. بس تراعي ان بصوا ما فيهوش اي دهون، بقول لك ان ما فيهوش، مش السمك اللي هو بيتباع اكياس جاهزه، لا بلدي بلدي. ولما عملته كمان كان بصراحه اكله عجبت ولادي جدا. انا عايزه اقول لكم ان احنا يعني كأسرة يا جماعه مش بنحب اللحوم. يعني انا عن نفسي ما باكلش لحمه خالص، فطبيعي عشان انا قللت في عمايلها، فولادي طالعين ما لهمش تقل على اللحمه. ممكن باباهم هم اللي ياكل اللحمه، وهم ياكلوا الحتت الحمراء، يقعدوا يمسكوا قطعه اللحمه ويطلعوا منها الدهون. قولوا لي بقى ولادكم بتعمل الكلام ده ولا لا؟ يرموا 3/4 والكلام ده كله. فبصراحه يعني بيبقى يوم اللحمه ده فيه ملل بالنسبه لي. وفي ناس كمان تقولك لا انا مش هاكل لحمه خالص، فاضطر ان انا اعمل وصفه تانية جنب اللحمه. عشان كده موضوع الطيور بيبقى سهل عندي، وبقدر اشكل فيه سواء سمك او فراخ. انا همسك بقى هنا الصدور بتاعه الفراخ، خدتها كده سليمه زي ما هي، وهحطها في طبق. انتي بقى الطبق ده وانتي بتقسميه كده قدامك، بكون بفكر انا هعمله ايه. ممكن اقول انا هقطعه قطع صغيره او مربعات، وهبدا ان انا اعمله ايه، اعمله كبسه. ممكن اقول انا هاخد القطعتين بتوع الصدور ديت، وابدا ان انا اعملهم كفته رز. تابعوا كده على القناه من اسبوع، انا كان عندي صدر فرخه وخدتها عملت كفته رز، كانت زي العسل. انا هنا حطيت 4 قطع، 2 صدور و2 وراك، اللي هي الصفحه بتاعه الورك. كده الطبق بتاعي كمل. الطبق التاني انتوا عارفين ان انا زي ما قلت لكم هما 8 قطع، 4 وراك وفرخه كامله. فالفرخه الكامله الاولانيه انا خدت منها صدرين بس، شلت الاجنحه بتاعتهم، وخدت قطعتين من الصفح بتاعه الوراك. الاربع وراك الجايين اهم انا قطعتهم، خدت منهم الصفح بس. طيب اصبح بقى عندي في طبق ايه، طبق فيه كبد وقوانص، طبق فيه الدبابيس بتاعه الاربع اوراك والدبوسين بتوع الوركين بتوع الفرخه، يعني 6 دبابيس، وعندنا كبد وقوانص، عندنا جناحين. احلى طبق بقى ده يتعمل بيه ايه، يتعمل بيه صينيه بطاطس زي العسل. شايفين هتطعم معاكي الصينيه، وهتبقى اكله مع شويه رز وشويه ويكا. اليومين دول يا بنات الويكا زي العسل في السوق، ما تنسوهاش يعني. وادي كمان اللحمه المفرومه والكبده بتاعت الحواوشي. يبقى انا كده جمعت كل الافكار لاكتر. بصوا عدوا معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هقول 10 اطباق مش هقول 11، عشان الشاورما بعتبرها ممكن ما تبقاش وجبه لو انتوا مش عايزين تحسبوها وجبه. بس هم 11 طبق تقدري تعمليهم بميزانيه بسيطه جدا. زي ما قلت لكم انا كنت جايبه اللحمه والكبده، الكبده ب100 واللحمه المفرومه ب120 او 125. البانيه كان عامل 140 اللي هو الفيليه بتاع السمك. البانيه التاني كان عامل 200 جنيه الكيلو. شيش طاووق عامل 185. وكمان الاوراق والفراخ كانوا عاملين 375 جنيه. فانتوا احسبوها كده الميزانيه اللي انا قلتها دي، احسبوا الارقام بتاعتها وشوفوا الميزانيه بتاعتكم. اسعار والله هي دي الاسعار اللي موجوده في السوق، مش بكذب ولا ببالغ ولا بقلل، هو ده اللي انا مشتريه بيه. لان انتوا طبعا انا بكلم ناس ما شاء الله عاقله وعندها اسواق، لكن يا جماعه راعوا فكره ان بتختلف من سوق لسوق او من مكان لمكان. في اماكن الحاجه فيها غاليه، فلما اجي انا اقول البانيه ب 200 يقولوا لي لا ال 200 ب 200 جنيه ليه؟ لا البانيه عندنا 250، انت بتضحكي علينا. طب احنا في منطقتنا كده. فراعوا اختلاف المناطق. انا كمان لقيت ورق عنب ب60 جنيه زي العسل، حلو قوي قوي، فاستغليت الفرصة وجبت كيلو، لا كيلو ونص تقريبا، يعني تقريبا جبت كيلو ونص. كانوا ب90 جنيه. فلما لقيته حلو بقى، الورقة الحلوة اللي لونها فاتح، اللي تعرفي ان هي ورق عنب فعلا حقيقي، العنقود بتاعها بيبقى رفيع مزز. الورقة متقسمة ل5 فروع كده، واللون الاخضر، والورقة ناعمة. خلاص ده ورق عنب طبيعي. فانا استغلت الفرصة ورحت جايبة كيلو ونص وقسمت. ودي احسن طريقة انا بصراحة بفرز بيها ورق العنب، اني الفه كده في الاسترتش عبارة عن دايرة كده، عشان ما بياخدش معايا مكان في الفريزر وما يتكسرش. فلفيته كله وعملته كده. تقدروا بقى شايفين بوريكم الورقه لونها فاتح ازاي،
نضيفه حلوه ناشفه مفيش اي ميه عليها، انه تغمق منك او حاجه. وما تغسليهوش ولا تشيلي العناقيد منه، عشان لما تيجي تطلعيه تسلقيه وهو مربوط زي ما هو كده، عشان خاطر لو انت فكيتي العناقيد منه وفكيتي الربطه لما تيجي تسلقيه هيتنعكش منك في الميه، هتبداي تاني ترصيه من اول وجديد. في ناس بتقعد تفكه وترصه وتجمده تفرزه، وبعد كده تطلع تسلقه وترصه من اول وجديد. لا، اسلقي زي ما انا بقول لك كده مجمد، تفكي من عليه الاسترتش، تنزليه في ميه سخنه، بعد كده تطلعيه. عايزه تشطفيه شطفه تحت الحنفيه مفيش اي مشكله خالص، وبعد كده تقطعي العناقيد وترصيه وتقعدي تحشيه. ما تنسوش تخزنوه اليومين دول، عشان هو ده احلى وقت، عشان ان شاء الله ممكن تحتاجوه في العيد كده. وانتظروا بقى مني الميزانية الجاية ان شاء الله، هتكون تجهيزاتنا للعيد باذن الله. تقدري تشتري ايه من السوق وتشيليه في الفريزر عشان ترتاحي طول العيد كده. اسبوع العيد مش هتقفي في المطبخ غير ان انت تطلعي الاكل تسخنيه. هستنى منكم تعليقاتكم الحلوه وتشجيعكم والصلاه على النبي، وقولوا لي بالظبط بتتابعوني منين، انا بحب اعرف برضو متابعيني منين، وبيعجبكم الميزانيه اللي انا بقدمها ولا لا. شاركوني كده في تعليقاتكم، وانا برد عليكم بكل حاجه انتوا بتسالوا عليها. ولو في حاجه عايزيني اعملها اكتبوها لي كمان وانا هعملها لكم. هسيبكم في حفظ الله ورعايته، واسيبكم مع السلامه. كل سنه وانتم طيبين.